ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده عدس بجبة. طبعا بقى نصلي على النبي ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده معانا كشري، هنعمل كشري. طبعا هتقولوا ايه نوعين بس من الكشري؟ هو المكرونه اللي كانت متوفره عندي اسباجيتي، واللي هي الصغننه دي قوي. تمام. طبعا هنمشي دنيتنا بأي حاجة، مش لازم يعني اقلام، ومشكلة عادي الموجود في البيت. وكان عندي ربع كيلو من العدس، احنا بنحب نكتر العدس ابو جبة كتير قوي، بنحب يعني طعمه اكتر. تمام. طبعا زي ما انتوا شايفين كده حطينا شوية مية وحبة من الزيت عشان المكرونة ما تعجنش. تمام. طبعا بنتي كانت نفسها يا جماعة في الكشري قبلها بيوم، فبتقولي انا عايزه كشري من الخديوي. طبعا زي ما انتوا شايفين الحاجه غاليه جدا نار. وانا بحب كشري الخديوي. تمام، بس الحاجه غاليه. فهنعمل ايه؟ قلت لها هعمل لك احلى طبق كشري بكره ان شاء الله باذن الله، والدقه والشطه هنعملها في البيت. وطبعا هو كشري الخديوي لا يعلى عليه يعني، لو حد عارف كشري الخديوي. بس طبعا ايه بالنسبة لأي محل تاني كشري برا، اللي احنا بنعمله في البيت احلى بكتير، وطبعا اكتر وانضف، حاجة بيتك، وتكفي طبعا اكتر من كام فرد. صليتوا على النبي. فيعني على قد ما نقدر نحاول ان احنا نمشي دنيتنا. اللي موجود برا وغالي نحاول ان احنا نعمله بطريقة اقتصادية وجميلة في البيت. زي ما انتوا شايفين كده المكرونة هي استوت. برش عليها سنتين من الزيت. هتقولي ايه ده الزيت غالي؟ بس انا بفرفطها يعني بفرفرها كده بالزيت زي ما انتوا شايفين كده اهو، عشان ما تبقاش بس معجنه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى حطينا شويه من الشعريه وبنحمرهم. طبعا كنت هضيف شويه عدس من الاصفر بس ما كانش متوفر عندي. صليتوا على النبي. طبعا هنا بقى كانوا بيدقوا التوم. التوم بقى يا جماعه منه قديم بقى رخم قوي، مش حلو خالص. لازم نشوح الرز كده بالطريقة دي عشان يبقى طالع مفلفل وشكله حلو. طبعا الكلام ده للبنانيت المبتدئة. حطينا مكعب من الماجي وشوية من الملح، ونعمل حسابنا ان احنا حطينا شوية من الملح. قصدي يا ربي اللهم صل على النبي، حطينا مكعب ماجي، فنعمل حسابنا ان احنا حاطينه، فنخلي بالنا من الملح. تمام. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. معانا هنا بقى العدس يا جماعة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا بحط عليه رشة من الكمون والكزبرة والدقة. تمام. بيديله ريحة تانية جميلة خالص. يعني في ناس كده تسلقه تمام على كده ما تعملش فيه حاجة تاني. لا، الكمون والكزبرة والدقة بيديله ريحة حلوة جدا. لازم نخدمه برضو عشان خاطر يبقى الطعم كده حلو واحنا بناكله. وعملنا لها احلى طبق كشري في قلب البيت. كلت مرة واتنين وتلاتة، يعني مش بقول هي كلت مرة واتنين، يعني عايزة تاكل مرة واتنين وتلاتة، هو موجود ما شاء الله. احسن من بره بكتير قوي. طبعا معانا حتة سمنة وشوية زيت. وبصوا بقى الثوم مهما ندق فيه. يا ماما كان زي العسل. بالهنا والشفا. رنا بتقول يا جماعة تسلم ايدك. جايبين ورق عنب يا جماعة، احنا بنقطف دلوقتي ورق عنب. عايزة اقول لكم استغفر الله العظيم يا رب، طبعا طالع بشاير صغير جدا، ضايق خلقي. قلت والله لا اقعد ادبلج الفيديو احسن منه. والله العظيم مضايقني. قلت والله لا اعمل طبق واحد بس، ضيق خلقي صغير جدا. يعني نصيحة مني ليكو، محدش يجيب الورق العنب الا لما يلاقي الورقية حلوة كده، يعني نص كف ايده او كف ايده. انا بحب الورق ده صراحة، لكن اللي هو بالشكل الفظيع ده عفوا ما يتعملش خالص بجد والله. منه بقى لسه طالع بشاير فلسه محلوش. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الطومية اديت على اللون الذهبي، والرز اهو ما شاء الله كان خلاص قرب يخش على السوا.
وحطينا الطماطم. بقولكوا استنوا شويه. طبعا توابلنا هتكون ايه؟ كمون وكزبره وبتاع ده بابريكا ومكعب دجاج وشويه من الملح دول في الاخر. الورق العنب كيلو ب50 جنيه، وجايبه نص ب25 جنيه. وعلى منظره اللي انا شايفاه دلوقتي ده ندمت، قلت يا ريتني كنت جبت ربع كيلو. بس مش اكتر من نفسي، يعني انا كان نفسي فيه صراحة. وما خزنتش السنة اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله ان كان لينا عمر هخزن بقى معاكم ان شاء الله الورق العنب السنة دي باذن الله ان شاء الله. وهنحط 2 مكعب دجاج، ده الاساسي اللي ما بنقدرش نستغنى عنه. تمام. مع اني والله اسمع ان هو مش مفيد خالص. طبعا بصوا اصلا التوم مش مساعدني، بصوا عامل ازاي. يعني انا ما بحبش في اللهم صل على النبي الدقه، ما بحبش احط توم كتير، بس التوم ما كانش مساعدني. تمام. حاولي اعملي يا رنا معلش. بس وبرده بحط هنا، هعمل دي الصغنونه النونه دي، الحله دي بتاعه الشطه. بحط برضو نص من الليمونه. تمام. عليها دي بتديها طعم وكده وتست حلو. انا كده كنت خلصت تقريبا الرز والمكرونه والصلصه. حطيت بقى ايه كام معلقه شطه، عايزه اقول لكم كانت رهيبه. كنت بحط على طرطوفه المعلقه وانا ما كنتش متخيله انها تبقى حار قوي كده. وهنحط برضو شويه من الكمون وحبه من الكزبره وحته بتاع ده ماجي، بتدي برضو طعم حلو. نفس الكلام هيبقى الدقه. طبعا دي الدقه السريعه. طبعا في طرق تانية كتير قوي ليها، بس دي الطريقه السريعه. تمام. لاني كان ورايا شغل تاني اللهم صل على النبي، فكنت عايزه انجز عشان نعمل غدانا عشان ناكل وبعدين اقوم اشوف اللي ورايا. حطينا برضو شويه من الخل محترمين. طبعا الخل ده مش خام قوي يا جماعه، لحد يقول ايه كل كميه اللهم صل على النبي الخل اللي انت بتحطيه ده. طبعا زي ما انا قلت هنحط ماجي بتدي طعم حلو، بس انا ما حطيتش هنا كتير لان الشطه حبه صغيرين. بصوا بقى ما شاء الله الطماطم. هنحط بقى كبشه هنا تدي لون كده حلو. تمام اهو بصوا. وبعد ما تغلي برضو هتبقى شكلها حلو اكتر. وهنحط برضو على بتاع ده الشطه برضو تديها لون حلو كده معانا. بس زي ما انتوا شايفين كده. وفي الاخر خالص حطيت شويه من الزيت. عشان يدي اهو زي ما انتوا شايفين دي الدقه الصلصه الشطه هناك، وحطيت شويه زيت في الاخر. بصوا المنظر جميل ازاي، يستاهل بقكم والله. تمام. والاولاد بتحبوا اصلا. طبعا لو عجبكم الفيديو عملنا لايك واشتراك. مع السلامه.